شيخ الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فهو ليس شيخ المجاهدين والمناضلين والمقاتلين من أجل الدين والوطن فحسب، ولكنه كان شيخا لا يجارى في علمه بالعربية وفي حفظه وروايته وفي بلاغته وفصاحته وفي صدقه فيما يبدو لنا وما تشهد له وقائع حياته، حيث رافقناه بحمد الله من بداية الخمسينيات في منتصف القرن الماضي بالقاهرة وحتى 54 حيث كتب لي أن أغادر القاهرة، ولكنه بقي فيها يقاتل ويدافع ويشارك ويوجه الثورة الجزائرية حتى تم لها النصر بحمد الله، وكان ذلك عام 1963. وأذكر أني كنت يومها إماماً لمسجد الملك فاروق في عابدين، ولم أكن أحب أن أدخل السياسة في ما يقال على المنبر، ولكني حينما قرأت عودة الصلاة إلى ما اتخذه الفرنسيون كاتدرائية أو كنيسة كبرى للجزائر، خطبت في هذا اليوم. كل الخطبة كانت عن هذا الموضوع على غير عادتي في عملي إماما بالمسجد، لا أتعرض للشؤون السياسية. شيخنا الشيخ البشير هو من أروع وأندر من رأيت في حياتي علما وتدفقا وفصاحة وصراحة، وهو يلخص الفضائل الجزائرية، يلخص الفضائل الجزائرية، وأظن أنه من المسيلة، من رأس الواد سطيف، قريب من مدينة المسيلة. نعم، من ولاية سطيف. وكان لي شقيق عامل في المسيلة مدرسة، فكنت أتابع ذلك حتى السبعينيات، لأنه رحل إليكم ثم رحل إلى جوار ربه، اسمه علي الشافعي، وكان يدرس في المسيلة. فالشيخ كما قلت يلخص أجمل ما في الجزائر وأروع ما فيها من صفات في الدين والعلم والجهاد والكفاح والرضا بقضاء الله. وهذا ما أرجو أن يكون نبراسا لكل المنتسبين إلى العلم والدين، أزهريين كانوا أو جزائريين، مقتدين بهؤلاء الهداة المهديين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. صلى الله عليه وسلم.